بعيد عن الاهلي والزمالك، بعيد عن ان انا راجل زملكاوي، ولكن انا شايف ان الاهلي اتظلم في خصم الثلاث نقط. ليه؟ لان هل هنا احنا بنتكلم على منظومه فساد؟ طب منظومه الفساد دي هل هي في الرابطه ولا هي في الاتحاد؟ طيب حد اكبر الرابطه انها تقول ان في حكام اجانب للثلاث ماتشات الاولانيين في الدوري، اللي او الثلاث فرق الاولانيين في الدوري هيبقى ماتشاتهم حكام اجانب؟ طيب هل حد اجبرك بعد ما اجبرك في المره الاولى اجبرك مره تانية ان انت ترجع في كلامك؟ طب انت دلوقتي لما انت جهه مسؤوله، مين اللي اجبرك ومين اللي قال لك ان انت تقول كده؟ وبعد كده مين اللي قال لك ان انت ترجع في كلامك اذا كنت انت جهه مسؤوله وعملت كده؟ فانا بصراحه شايف ان مش غلط الاهلي ان ينسحب، مش ذنبه وظلم ان يتخصم منه الثلاث نقط الى ان يثبت العكس. لو في حاجه لسه ما اعلنش عنها حتى الان ممكن تغير مجريات حاجات كتير قوي وحكمنا على حاجات كتير، معلش. انما لحد اللحظه دي احنا بنقول، او بلاش احنا، خليني اقول انا بصفتي راجل زملكاوي، الاهلي اتظلم في خصم ثلاث نقط، مع ان ده في صالحنا احنا، يعني ده في صالحنا احنا كزملكاويه. بس انا بقول اللي انا شايفه، الزمالك قرب من المركز الثاني اكتر، ولكن الاهلي اتظلم في خصم ثلاث نقط الى ان يثبت ان الاهلي ليه يد في هذه اللعبه. انما لو ما ثبتش وعلى اللي احنا وصل لنا لحد دلوقتي، الاهلي مظلوم في خصم ثلاث نقط، لان الغلطه غلطه رابطه، غلطه عكوره، وغلطه عكه كتير. وبس، شكرا.